السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، مرحبا بكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا الفيديو. بالنسبة اليوم غادي نقدموا لي بتي بلان ولا لي كرواسون بطريقة جد مبسطة، ساهلين ماهلين ولكن في نفس الوقت ناجحين 100%. كنضمن لكم النجاح ديالهم. بسم الله، غنبداو بالمقادير. غادي نحتاجو كأس ونصف من الحليب الدافئ، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ملعقتان كبيرتان من السكر حبيبات، وربع كأس من الزيت، ساشية ديال خميرة الحلويات 8 غرام، بيضة كاملة، رشة ملح ودقيق حسب الخليط. بالنسبة لي استعملت 500 غرام ديال الدقيق. اذا على بركة الله نبداو بطريقة التحضير. اول حاجة كنضيفوا الحليب يكون دافي وكنخويو عليه خميرة الخبز والسكر ونحاولوا نخدموهم شويه باش ينفعلوا وطلق لنا الخميره المفعول ديالها. نحاولوا نخدموهم شويه بهذه الطريقه هذه، ونضيفوا فوق منهم بيضه كامله تكون متوسطه الحجم حتى هي نمزجوها مع العناصر. وغادي نضيف رشه ملح ونعاودوا نطربوا. وضفت حتى ربع كأس من الزيت، حساب لي التليفون كيصور ساعه نطفالي. ضفت ربع كأس ديال الزيت، والدقيق فيه 8 غرام ديال خميرة الحلويات. وبديت كنخدم كيف ما قلت. ضفت 500 غرام ديال الدقيق. العجينه كتجي على هذا الشكل هذا، ما كتلتصقش في اليدين ولكن في نفس الوقت لينه. بعد ما دلكت العجينه ديالي واحد 5 دقائق حربلتها، ودابا غادي نقسمها ان شاء الله على 6 كويرات. 6 ديال الكويرات يكونوا متساويين في الحجم، وحده ما كبيره على اخرى. نحاولوا قدر الامكان نديروهم قد نحاولوا نعوضوهم بحال هكا. صافي البنات، كنغطيهم بواحد السلوفان ولا واحد بابي الومنيوم، ولا عفوا بواحد المنديل ولا واحد السلوفان، وكنخليوهم يرتاحوا واحد 10 دقائق فقط، ماشي يختمروا انما فقط يرتاحوا باش منين نجيو نطلقوا الكويرات ولا ندلكوهم يعني ما نلقاوش صعوبه يطلقوا لنا بسهوله. فقط يعني غير يرتاحوا ماشي يختمروا. صافي غطيتهم بالسلوفان ونخليوهم يختمروا، عفوا يرتاحوا. بعد ما دازت ليا 10 ديال الدقائق ها هما الكويرات ديالي ارتاحوا. دابا غادي نبدا نطلقهم ولا نسرحهم. بالنسبه للسوراق غادي نحتاج الزبده المذابه واحد 200 غرام ولا 250 غرام، وغادي نحتاج قطع ديال الشوكولات باش يعني نحشي بهم لي بتي بان. يمكن لكم تعوضوا الشكلاط بالفرماج ولا اللي بغيتو. كنبدا نطلق في الكويرات على هذا الشكل هذا، نطلق الثانيه ونعاود نطلق الثالثه وكذلك، يعني حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. صافي بعد ما ساليت الطراق ديال الكويرات كاملين، دابا غادي ناخذ وحده وندهنها بالزبده المذابه، دائما باستعانه الدقيق باش ما يلتصقوش لينا. الدقيق ضروري في هذه المرحله باش ما يلتصقوش لينا باش ما يلتصقش لينا العجين بسطح العمل. كندهنوا الوجه ديال هذا العجين هذا باكمله بالزبده. طريقه جد مبسطه لهذه الكرواسون، جد مبسطه، ما كتحتاجي لا ورقي وخشي في فريغو ولا حتى حاجه. دقه بطله في رمشه عين كيوجدوا. صافي كنستمر حتى كنسالي كما قلت العجين اللي عندي كامل. ندهن بالزبده وندير فوق منها اخرى ونعاود ندهنها بالزبده وندير فوق منها اخرى حتى كنسالي كلشي. صافي بعد ما ساليت الكويرات ديالي كاملين دهنتهم بالزبده
صافي دابا غادي نبدا نورقهم ولا نقرصهم، ولكن قبل ذلك غادي نخليهم يبردوا شويه اولا يرتاحوا واحد 5 دقائق باش ديك الزبده الحايله غتجمد ما غتبقاش سايحه. هنا طلقت العجين ديالي مزيان، طلقته ديال بصح طلقته يعني السمك ديالو غيكون واحد يلا واحد 2 مليمتر. خديت الشريط وكنحاول نبسطو ما امكن شويه، وناخذ الجراره وفحال كنقسمو على 2، ولكن ما كنقسموش كامل، يعني غير كندير غير واحد الشريطه هكا صغيره باش نعطي داك الشكل ديال لي بتي بان، باش نخرج ديك الجناب بحال هكا، وكنخشيهم ولا كندير فيهم الشوكولا وكنلوي عادي. يمكن لكم ديروا فيهم عوض الشكلاط الفرماج ولا اي حاجه بغيتوها. غنزيد ندير الحبه الثانيه بحال هكا، كنقطعها غير شويه في الوسط باش يلا نجبد ديك الجناح ولا ديك الجناب يخرجوا من باش نجيبوا الشكل ديال الكرواسون عادي بحال هكا. المهم كنستمر حتى كنسالي الحبات ديالي كاملين. كما قلت غادي يخرجوا لينا 16 الحبه بهذه الطريقه هذه. وكنشكل صافي منين كنسالي كلشي ولا كنسالي كامل الاشرطه ديالي، خديت الصينيه دهنتها بالزيت ورشيتها بالدقيق. ودابا فين غادي نخليهم يختمروا؟ دابا غادي نخليهم واحد 2 ساعات حتى 3 سوايع ولا الوقت اللي عندكم، خليوهم تيختمروا مزيان ويضاعف الحجم ديالهم. فهمتوا؟ لحقاش في الاول ما اختمروش، انما العجينه غير ارتاحت شويه واحد 10 دقائق. دابا غادي يختمروا، نخليوهم يختمروا. هنا انا اختمروا ليا لي بتي بان ديالي، خديت اصفر البيض ودهنتهم به، وكنكون مسخنه الفران على درجه حراره 180. كندخلهم يطيبوا من التحت وكنطلعهم ولا نشعلوا لهم من الفوق تيتحمروا عاوتاني من الفوق وكنجبدوهم. صافي بعد ما طابوا ليا لي بتي بان ديالي، ها نتوما كتشوفوا مازال في الصينيه مازال سخانين. دابا غادي ناخذهم ونحطهم في طبق التقديم. كيجيو رائعين. انتما كتشوفوا الشكل النهائي ديالهم، كيجيو مهويين من الداخل ورطبين قطنيين. كنتمنى انه من الاعجاب ديالكم البنات. فعلا وصفه ناجحه 100% وساهلين، ماشي شي طريقه معقده، يعني حاولت نبسطها قدر الامكان. صافي كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوا لي بتي بان حتى هما غينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله. وما تنسوش تدعموني فضلا وليس امرا. الى عجبكم الفيديو لايك للفيديو وتعليق يثلج الصدر، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. في امان الله.